الشياطين مغلولة، أي مشدودة بالغل وهو القيد، أو الغل وهو القيد. فإذا كانت الشياطين مغلولة ومقيدة، نسأل، فإذا كانت الشياطين مغلولة ومقيدة فكيف تتصرف وكيف تحفظ مصالح أنفسها من طعام وشراب وغير ذلك؟ فإن هذا خلاف الرحمة بالشياطين أنفسها. وجواب ذلك يكون على عدة مستويات، أي واحد منها يكون صادقا فإنه يكون كافيا في الجواب. المستوى الأول أن المراد ليس هو الغل الكامل للشياطين بحيث يكون سببا لمنعهم عن مصالحهم الخاصة، لا ماكو شيء، وإنما المراد أنهم ممنوعون عن التسلط على البشر خلال شهر رمضان الذي هو عملهم الاعتيادي والدائم، وهو أن الشيطان شنو؟ يتسلط على البشر. فإذا منعوا منه كان ذلك بمنزلة الغل بالنسبة إليهم. المستوى الثاني أن السؤال ناتج من تخيل أن الشياطين كالبشر يحتاجون إلى طعام وشراب ولهم ما لنا من المصالح الشخصية، إلا أن ذلك يمكن نفيه ولا أقل أنه مما لا دليل عليه. ومعه فإذا كان الشيطان مغلولا لا يؤدي به ذلك إلى القسوة أو المفسدة أو خلاف الرحمة. المستوى الثالث إن السؤال ناتج من تخيل أن الشياطين يتضررون في مصالحهم الشخصية من استمرار الغل لهم مدة شهر، طول شهر رمضان طبعا، كما في الشخص البشري. الإنسان إذا كان في غل لمدة شهر تتضرر مصالحه الشخصية أكيدا، فنتخيل أن الشيطان أو الشياطين كذلك، في حين أنه يمكن نفي ذلك، وإن مثل هذا الضرر خلال شهر لا يحصل للشياطين وإن كان قد يحصل للبشر. وعلى أي حال فالظاهر والأقرب إلى فهم العبارة هو المستوى الأول، يعني المنع عن التسلط على الناس. ولذا يقول فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم، فإن تسليط الشيطان على الفرد لا يعني حفظ المصالح الشخصية للشيطان بعد أن كان مغلولا، وإنما يعني فقط شروعه بالغواية بعد المنع، غواية البشر بعد منعه عنها. ومقتضى إطلاق العبارة، لاحظوا، ومقتضى إطلاق العبارة هو كون الشياطين مغلولين عن كل الناس من مؤمنين وفاسقين وكفار، لأن شهر رمضان يمر على الجميع فتكون مزاياه شاملة للجميع، من فتح أبواب الجنان وإغلاق النيران وإغلاق أبواب النيران وغل الشياطين. ولا بأس بهذه النتيجة باعتبار رحمة الله الواسعة التي شملت كل شيء حتى الكفار والمنافقين والفاسقين، فإنها أيضا تعني فتح فرصة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الهداية من قبل أي واحد منهم. غيره إن طبقات كثيرة منهم يكون التوفيق عنهم مسلوبا باعتبار إصرارهم على العصيان والطغيان، فهم في الآن الأول أو قل في اليوم الأول من شهر رمضان سوف يغلقون أبواب الجنان في وجوه أنفسهم ويفتحون أبواب النيران في وجوه أنفسهم ويسلطون الشياطين على أنفسهم، حتى كأن هذه العملية أو فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران بالنسبة لهم لا أثر لها أو لا وجود لها، وتبقى الفرصة الحقيقية والمستمرة مفتوحة بهذا الصدد للمسلمين والمؤمنين الذين لهم الاستحقاق النسبي لإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وغل الشياطين.